عالسوني وعالبي اس، عالراب ما فيش بي اس. كان في مرة طفل صغير جاب له بيت وكان بيدس. اقسم بالله العظيم لو حط الموضوع في دماغه كله هيقلع مال. هاف ديفندر الراب المصري احمد سانتا، واهلا بيكو في شيكو شيكو. طب بس سانتا نزل تراك اسمه هناديك تعالى. هو اصلا اسم التراك وورد بلاي، فاهم؟ هي اصلها هناديك تعالى، هو خلاها هناجيك تعالى. والمناجاه دي انك بتناجي حد بعد الموت، فاهمني؟ لا ده الرساء. المناجاه دي اللي هي ايه، وده اللي بحبه في الراب، انه بيخليك تسيرش ورا حاجه فتاخد معلومه جديده تضيف لك يعني. فالمناجاه هي انك بتخاطب شخص مش موجود وبتتخيل ان هو موجود، فهو اصلا بيقول له انت بالنسبه لي حاجه مش موجوده فانا بناجيك. طيب هل التراك اللي عمله ده ديس؟ لا الحقيقه مش ديس. ليه بقى؟ لان سانتا فاهم في الاصول، فاهم في اصول الهيب هوب، وهو قال لهم ده قبل كده في امنع الكلام. بص معايا كده. ومارو مش منكوش حتى في كي او يا شي، دي الاصول اللي نسيتوها وما بكلموش يا شي. عنده خلاف وانا في صف اخواتي اهو يا شي، ما بركبش على السلم انا مش زيك كلب السيتش. دي الاصول يا صاحبي. مارو مش منكوش رغم ان انا ما بكلموش، بس هو عنده خلاف مع اخواتي فانا في صف اخواتي، رغم ان انا في صف اخواتي ما نطيتش على السلام ونزلت في وسط البيف اللي مع مارو. عشان بس ده ملخص اللي بيحصل الفتره اللي فاتت، عشان عمال اقول لكم نسيتوا الاصول نسيتوا الاصول. ده هاف ديفندر الراب المصري اللي بيكب هو ده هنا اهو. عايز تروح للاصول تعالى افهم منه بقى. تعالى نروح لهناجيك تعالى، بروديوسد باي اتو، والميكس والماستر طيب نوح. وطيب نوح اول مره اتجلي منه ميكس وماستر، بس انا اعتقد ده مشكله العمل الفيديو. اعتقد الافكتات دي علشان تليق على الفيديو، ما اعتقدش الراجل ده يجلي في الميكس والماستر كده، بس الافكتات مزعلاني قوي. بس تعالى نشوف نتعلم شويه وورد بلايز كده من سانتا. قبل ما ابدا لايكك عشان بس ايه، الله يبارك لك اهو. ابتدينا بالعرض وببسطكم يعني ان شاء الله نستمر. لايكك كده وسبسكرايبك لو ما عملتش سبسكرايب. انا عايز اوصل ل 10000 ان شاء الله في اقرب وقت ممكن. ويعني بحبك والله العظيم على اللي انت عملته في فيديو ابي يوسف. صامويل ايتو على البيت مسج النستا، مش راجل مش بتسلك، مش ضمن نجوم الليستا، غبي وغبائك مست. هنا ممكن نقول بقى ان في نكش بس مفيش دس. ايه هي النكشات؟ مسج انستا، مش راجل مش بتسلك. واعتقد دي رايحه لزياد زازا وش يعني، علشان هو في الاخر بعد كل الدس نزل ستوريز ونزل بوست على انستجرام، وبعد كده مسحوا اللي كان بيقول ابو الانوار فيه على اعلان دوريتوس، وان دوريتوس اتعمل لها اعلانات ببلاش والله في الدس ده على اعلان دوريتوس، وانه فين بقى دم الاطفال والمقاطعه. وبالمناسبه دي يعني يا ريت ندعي كلنا لاخواتنا في السودان، وربنا يا رب كده يعدي اللي عندهم ده على خير ان شاء الله يا رب، تبقى غمه وتنزل من عندهم. فتعال نكمل. قال لك مش دول نجوم الليسته، غبي وغبائك مستك. وهنا بياكد على ابو الانوار قاله في الدس بتاعه لما قال له هقول لكم هو غبي، فهنا بيكمل معاه غبي وغبائك مستك. عالسوني وعالبي اس، عالراب ما فيش بي اس. كان في مره طفل صغير جاب له بيت وكان بيدس عالمص. وهنا ابتدى ينقل على ترك وكينجو، واقول لك ازاي. طبعا الحته اللي فوق حلوه قوي على السوني وعلى البي اس. السوني جهاز البلاي ستيشن القديم، وبعد كده البلاي ستيشن لما كان بقى موجود. وقال لك وحتى في الراب ما عنديش في اس، ما عنديش منافس. هو بالك هو سانتا وابو الانوار يعني بيعرفوا يلعبوا بلاي ستيشن الى حد كبير، وبيطلعوا في لايف ستريمز مع الناس اللي بتطلع لايف ستريم فيفا تحديدا يعني. بعد كده قال لك كان في طفل صغير جاب له بيت وكان بيدس، وهنا قصده على كينجو انه هو اللي عمل بيت، او اعتقد يعني برضه علشان ما بقاش بقول حاجه على سانتا، ان كينجو جاب بيت لترك، فقال لك طب يلا نجرب ندس. ليه انا بقول لك انه كينجو؟ هنفهم في اللي جايه. على صحاب الفيدكس انا السيراروني وجيكس. هو ده الكلام بتاعكو كاتيجوري فولي كيدز. هو ده الكلام بتاعكو كاتيجوري فولي كيدز بتاع غزل البنات انت. فهو قال لك على المصحه بالفيدكس، على المصحه بالفيد يعني على المصحه هيوديك المصحه بالفيد بتاعك بالحاجه اللي هطعمك بيها. وبعد كده قال لك بالفيدكس. الفيدكس ده اللي هو التايم لاين بتاع تويتر يعني، لو انت او اكس اللي انت ما بتدخلش عليه وانا ما بدخلش عليه برضه يعني، بس بعد السيرش فهمت ان فيدكس ده هو التايم لاين بتاعه. قال لك انا السيراروني وجيجز، هو ده الكلام بتاعكم كاتيجوري فولي كيدز. هو اصلا بيتريق على البارات اللي هو كاتبها، فبيقول لك هو ده السكه اللي انتوا بتكتبوها، حاجات طفولي كيدز. وسانتا كمان لهم يعني بيعلمهم راب. بالنسبه لي بص اللي جاي ده. انت مش تيركس انت يا مجنح، عدواني معك كله عيني في عينك لو هتتنح. انت مش تيركس انت ياض مجنح. ليه بقى انا بقول لك انها على كينجو؟ علشان تيركس هنا بالنسبه لي ممكن تبقى ليها وورد بلاي. تيركس ده حد بيعرف يعمل ريميكسات وبيعمل ريميكسات حلوه، وكينجو كانت البدايه بتاعته انه بيعمل ريميكسات وبعد كده اصبح بيت ميكر واصبح بروديوسر. فبيقول له انت مش تيركس انت ياض مجنح. وتيركس طبعا لو خدناها ان هو ديناصور، الديناصور المجنح، فقال له انت مش تيركس انت مجرد
مجنحه سانتا. يعني سانتا لو فاهم، لو قعد اينشتاين الراب المصري. اهدى يا تتح ده هزي ابن اختك مزجني تقيلة تسبب التخمة اتدخل في حالة ليلة النخبة هتفكر تستوسخ خلصت المهلة. وهنا ليه بقول لك انه ده مش دس؟ علشان هو الراجل قال لك اهو هتدخل في حالة ليلة النخبة. لما النخبة بتاعت الراب تنزل ويبقى في مجال لدس ساعتها سانتا يتدخل. بس هو شايف ان كل اللي بيحصل ده يعني خيش وقش بالنسبة لي. لابس كوت شيك ابقى رابر فاشل لو رايمتها مع كوت شيك الصراحه. لابس كوت شيك ابقى رابر فاشل لو رايمتها مع كوت شيك. انت فاهم هو بيعمل وورد بلاي وما عجبتوش فقال لك هبقى رابر فاشل لو عملت كده، في حين ان في رابرز كتير ما تعرفش تعمل جو تشيك مش هيعرف يعملها كوت شيك. بس هو قال لهم ان انا لو عملت كده ابقى رابر فاشل. انت فاهم الليفل اللي سانتا فيه واللي بيكلمهم منه وهو واقف فوق بيبص عليهم كده ناحيه الوورد بلايز وبناحيه البانش لاينز. في الرواندا واللي تشيك اديك مسمار مش مهلس زي لوفت الشيك. لوفت الشيك دي سانتا كوير قوي انه يجيب اصلا لوفت الشيك يجي في باله. الراجل ده بيتفرج على كوره كتير قوي قوي. بوكسات شلاليت خناقات وكلام هلافيت. انا عمرو دياب هناديك وخليل مطران يناجيك مش شايفك بس نورديك مش قد كلام ما تملي. عجبني قوي. انا عمرو دياب هناديك وخليل مطران يناجيك. حلوه فشخ، حلوه قوي قوي. انا عمرو دياب هناديك وخليل مطران يناجيك. فاهم؟ مش هنشرح بقى. حياتي بلبن دماغي هبه نفسيتي بتدلدق مش ناقصه حبه. حياتي بلبن دماغي هبه. طبعا انت عارف البرودكت هبه اللي بلبن عمله. بقول له انا حياتي بلبن ودماغي هبه. هي وورد بلاي بتحمل معنيين، هبه البرودكت عشان بلبن وهبه يعني هبه منه خالص. الزم الحدود والبوردرز اسف مش بناخد اوردرز عندي نقلة فولدرز شكلك مرفه مرهق. بص بالنسبه لي سانتا انت عارف حبي لسانتا، وزي ما قلت لك انا الوحيد اللي سميته هاف ديفندر الراب المصري بالنسبه لي. ولو في كام هاف ديفندر موجود كده هبقى اقول لك عليهم يعني، وهعمل لك فيديو كده بالنسبه لي بشوف الرابرز ازاي لعيبه الكوره ازاي. ما اتبسطتش قوي من احمد سانتا في التراك ده. ليه؟ لان انا عندي سانتا، يعني سانتا بتفرج عليه كده من بعيد بتبسط بيه. فده بالنسبه لي يمكن من اقل تراكات سانتا اللي حصلت الفتره اللي فاتت. الراجل منزل حاجات اقوى من كده بكتير، بس زي ما قلت لك هو ممكن يكون كان نازل اللي هو ايه ما حدش قرب، عشان لو قربته انا هنا كنت قمت كده في ساعه عملت تراك ونزلت. فتخيل كده انا عملت ده في ساعه، ما بالك بقى لو قعدت وكتبت لك. فجايز يكون تحذير، اما كتراك هو بالنسبه لي في النص منه، مش سانتا، مش بيك سانتا يعني. بس يا صاحبي ده كده كان فيديو سريع عن احمد سانتا يعني. ان شاء الله الفتره اللي جايه كده بكره هتلاقي كل يوم هتلاقي فيديو. انا مش عارف انزل ايه قبل، انا صورت كتير قوي ومنتجت كتير قوي، فان شاء الله الفتره اللي جايه انبساط. عملت لايك يلا؟ ما عملتش لايك؟ عملت لايك. حياه امك تعمل لايك، لا يبقى حلفتك بامك.